ده يا بنات مش رغيف فينو عملاق، ده فايش الافران. تعالى اقولك ازاي هنعمله بكل تكاته وتفاصيله بطريقه سهله وبسيطه هتنفعك جدا جدا ايام المدارس في الفطار للولاد. اقولك كمان ازاي طلعنا لونه الجميل ده، وكمان هنعمل كميه كبيره زي ما انت شايفه كده، وكل دي بنص كيلو دقيق. وتعالي اقولك ازاي حمصناه زي اللي بيجي من بره بالظبط. اول حاجه في البوله كده حطيت كوبايه من الميه، عليها ربع كوبايه من الزيت، معلقه كده كبيره من الخل، وربع كوبايه من السكر، ومعلقه صغيره هنا من الكركم. ركزي في المقادير وان شاء الله فكريني اكتب لك المقادير في اول كومنت. طيب، ونزلت هنا بعد ما دوبتهم كويس قوي بنص كيلو من الدقيق، عليه نص معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من السمسم، وبرده معلقه صغيره هرميه كده من ريحه الكحك او المحلب بيديله تيست حلو قوي، نص معلقه كده من البيكنج باودر، وكمان حطيت كيس من الفانيليا يدي كده المخبوز بتاعنا ريحه حلوه. تمام. وهبدا انزل هنا بقى بكيس من الخميره الفوريه كامل، او ما يعادل معلقه وربع من الخميره الفوريه كبيره. هبدا بقى هنا الم العجينه بتاعتي كويس قوي بربع كوبايه ميه كمان، يعني اتلمت معايا هنا بكوبايه وربع من الميه، خدت معايا العجينه كوبايه وربع من السوائل. تقدروا تستخدمي الميه حليب. تمام. طيب، انا بعمله لكم زي بتاع بره كده بالظبط، هما مش بيعملوه بالحليب. هبدا بقى هنا عجنتها كويس قوي لحد ما اصبحت معانا عجينه طريه لينه. حطيتها في البوله تكون مدهونه بزيت، وهسيبها تختمر ويرتفع حجمها بالشكل ده. بعد ما ترتاح معايا هبدا كده اعفر بس مكان الرخامه بتاعتي بالدقيق، وهنزل بالعجينه بتاعتي بالشكل ده. ابدا بقى هنا اقسمها نصين بالظبط. تمام كده، عشان انا عايزه الفشايه بتاعتي تكون وسط ومش كبيره قوي كده. لو انت عايزاها كبيره قوي هترولي العجينه كلها رول واحد. تمام. بس في الاخر الفشايه بتبقى كبيره قوي كده والولاد بيقعدوا يكسروا فيها. لا، على ايه، احنا هنعملها مظبوطه زي اللي بنجيبها من بره. طيب، هبدا بقى كده قسمتها على جزئين، هاخد جزء كده احطه على جنب، والجزء التاني هعفر تعفيره بالدقيق، وهبدا افرد عليها بالشكل ده على شكل مستطيل العجينه بتاعتي بالشكل ده. تمام كده. بعد ما فردنا العجينه بتاعتنا بشكل مستطيل كده على تعفيره من الدقيق، هتبداي تجيبي حرف العجينه وتبداي تبرمي فيها بالشكل ده، زي ما بوريكي هنا ان انت في كل مرحله بتدوسي كده وتقفلي في كل لفه، عشان ما يطلعش معاكي بعد كده وانت بتقطعي الفايش يفرول منك ويبقى فيه فراغات كبيره من جوه ويفرول منك. طيب، هنبدا بقى هنا نقفله كويس قوي، وهي دي اهم مرحله يا بنات، الرول والتقفيل. وبعد كده في صاج مدهون بماده دهنيه هنحط فيها رغيف الفايش بتاعنا، كانك بتعملي رغيف فينو بالظبط. ما انتوا شايفين كده، هبدا زي ما انتوا شايفين بوريكم واحده تانية اهي. نجيبها نفردها على شكل مستطيل، وناخدها كده من اول الحرف ونلف رول ونقفل كويس قوي، ونيجي على اخر العجينه نسويها بالشكل ده، وعلى الحروف اهم حاجه نقفلها كويس اهو زي ما انتوا شايفين، ونبدا نقفلها من القاعده كمان كويس قوي بالشكل ده كده، كاننا بنعمل رغيف فينو زي ما احنا متعودين. وهنيجي بقى نحط الرغيف الكبير بتاعنا ده على صاج كبير زي ما انتوا شايفين او صينيه كبيره، وهنغطيه يا دوبك يرتاح بس 10 دقايق، وهبدا ادوس عليه دوسه خفيفه قوي بايديا بالشكل ده. بس كده هنغطيه بقى ونسيبه يختمر لحد ما يجيب اخره خالص زي ما انتوا شايفين كده، ونحس ان خلاص مش هيختمر اكتر من كده. بعد ما اختمر معانا بقى دخلته الفرن على درجه حراره 200 في الرف الاوسط لحد لما خد اللون الجميل ده معانا وطلع زي ما انتوا شايفين باللون الخطير ده. هنسيبه بس يا دوبك يهدى كده ويبرد عشان ما يفرولش مننا واحنا بنقطعه. طبعا هو كده لسه طري كانه فينو عادي. تمام. طيب، بصوا بقى هنا المسامات بتاعته من جوه مقفوله ازاي وانا بقطعه. هتبداي بقى هنا تكون سكينه تكون مشرشره، لازم السكاكين دي كلها عندنا في كل بيت، او اي منشار اللي هو بتاع الجاتوهات، وهتبداي تقطعي بالشكل ده. بصوا ما شاء الله، انا بالنسبه لي الحجم ده حلو جدا، وكمان اللون، بصوا اللون يا بنات حلو جدا جدا. بصوا هتبداي بقى تقطعيه كله وتبداي ترصيه بالشكل ده في الصينيه. بصوا هو بقول لك ان هو لسه طري، بصوا تحفه بجد. بعد ما خلاص خدته كده في الصينيه بالشكل ده وقطعته كده بالشكل ده، هبدا ادخله الفرن تاني على درجه حراره 160 170 درجه حراره هاديه، وتسيبيه بقى هو هيبدا بقى ينشف مع نفسه وياخد اللون الجميل ده. وعايزه اقولك هتعملي اجمل والذ فايش الافران بايدك في البيت، بجد بجد تحفه. كل الخطوات دي مش هتاخد منك اي مجهود. يا رب اكون افدتك. ما تنسيش لايك.